السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا النهاردة في مطبخي. معاكم شيماء صابر. النهاردة هنعمل دبابيس فراخ هنشويها في الفرن كده بطعم جديد وطعمها هيبقى حلو قوي قوي، وهيبقى شكلها كمان جميل قوي لما تقدميها كده في العزومات هتلاقيها حلوة جدا. هقول لك دلوقتي على المقادير. عندي هنا حوالي كيلو دبابيس فراخ، طبعا منضفاها وغسلها كويس قوي ونقعتها في الخل والملح والليمون وغسلتها بالدقيق كويس قوي. وبعدين عندي هنا معلقه كبيره صلصه، معلقه كبيره عسل نحل. عندي هنا البهارات بتاعتي عباره عن فلفل اسود وروزماري مطحون. لو عندك الروزماري اللي هو الفريش هيبقى حلو قوي برضو. وعندي جنزبيل باودر برضو، لو عندك الجنزبيل الفريش هيبقى طعمه جميل قوي. وعندي بهارات اللي هي 7 بهارات. وعندي بصل باودر وتوم باودر، دول معلقة صغيرة مليانة ودي معلقة صغيرة مليانة، انما باقي البهارات نص معلقة صغيرة. وفلفل اسود. وعندي طبعا ملح. وعندي هنا هاخد معلقة خل، وهاخد حوالي معلقتين صويا صوص الفاتح. خلي بالنا عشان في الملح لما نيجي نحط الملح ان الصويا صوص بيبقى حادق. دلوقتي هجيب الطبق اللي هعمل فيه البهارات ونقلبها مع بعض عشان نتبلها. انا جبت البول اهي، هحط بقى البهارات وهحط الملح وهحط الصويا صوص، بس هقلب البهارات الاول مع الملح. لو حابه تحطي بصل مبشور برضو ممكن تحطيه، بس انا حابه ان انا اعمله كده بالطريقه دي تبقى سهله وسريعه. لو ما عندكيش وقت ممكن تعمليها في ثواني، هتعمليها مع شويه مكرونه او رز بسمتي مثلا مع رز مصري تعمليه مثلا بالزعفران او الحاجات دي، هتلاقيه في ثواني عملتي الغدا. هاخد دلوقتي معلقتين من الصويا صوص ده، وهاخد برضو معلقه خل. هحط كده، هقلب بقى كل ده مع بعض، وهحط بقى الصلصه. هقلبهم وبعدين نحط العسل بتاعنا. العسل ده هيخليه يعمل طبقه كده حلوه قوي بتلمع في الفراخ، ومش هتسكر يعني الفراخ، ما تخافيش مش هيبقى طعمها مسكر ولا باين خالص. لو عندك برضو مرقه دجاج فوريه عايزه تحطيها ممكن تحطيها. انا بس هزود شويه خل صغيرين. ممكن بقى عشان نخلي الخليط سايل سنه ممكن احط له شويه ميه صغيرين كده، بس اعرف اعمل فيه الخليط ده بقى كده عشان اعرف بس ايه اتبل بيه الفراخ. هحط بقى فيه الفراخ، ممكن تشرحيها كده بالسكينه، ممكن تعملي كده. هبتدي بقى ان انا اتبل الفراخ كلها، بس انا قبل ما احط الفراخ في باقي الخليط انا هشيل شويه عشان في الفرن اهي. هبتدي ان انا اعمل بالفرشه كده عليها علشان انا هحط الحاجات دي وهي بتستوي، يعني وهي بتستوي في الفرن ممكن ادهنها بالفرشه. انا هكمل باقي التتبيله وبعدين يعني هتبل باقي الفراخ وبعدين ارجع معاكم. نسيت اقول لكم بس ان احنا هنحط كمان معلقه مستردة اهو، هحطها بقى في الخليط ده قبل ما انا احطها في باقي الفراخ. معلقه كده مش كبيره، معلقه صغيره. هقلبها بقى هنا في باقي الخليط، واقلب بقى الفراخ فيها واتبلها ونرجع مع بعض نشوف بقى. هسيبها تتبل حوالي مثلا ساعة ساعتين، دي اقل حاجة. ممكن تسيبيها بقى متبلة كده طول اليوم من بالليل للصبح، هيبقى طعمها حلو قوي.
انا هتبل باقي الفراخ واسيبها تتبل ونرجع مع بعض نشوف هنكملها ازاي. كده بقى بعد ما تبلتها اهو، حوالي بقى معلقتين زيت كده على الوش، وهقلبهم فيها على الوش بس كده. عايزه تحطيهم في الخلطه ممكن تحطيهم في الخلطه، بس انا بحب ايه يتحطوا كده على الوش، يدي بقى ايه لمعه كده ليها لما تتحط كمان في الفرن. اقلبها كويس كده، اسيبها بقى في التتبيله لمده الساعتين اللي قلنا عليهم، عشان انا هعملها النهارده. لو هتعمليها عندك وقت يعني ممكن تسيبيها لتاني يوم يبقى افضل. هسيبها بقى ونكمل مع بعض. دلوقتي بقى ايه الخلطه اللي احنا كنا شلنا منها شويه دي، هحط عليها شويه زيت وهسيبها جنبي. هحط الفراخ في الفرن شويه وافتح عليها، ادهنها دهنه بس خفيفه من دي. الزيت ده هيخليه يلمع مع العسل والصلصه، هيدي لون جميل. انا كده اهي هسيبها بقى هنا، وهحط الفراخ بتاعتي في الصينيه. هنرصها عادي، بس انا عايزه اخد شويه من التتبيله دي احطها فيها كده قبل ما اطلعها كده، وارص بقى هنا. خلاص كمل رصها وهنرجع مع بعض. بكده خلاص اهو حطينا كل الفراخ وحطينا عليها كمان باقي التتبيله كلها اللي كانت متبله بيها على وشها. هحطها في الفرن في الشبكه اللي في النص درجه حراره فوق المتوسطه حوالي 220، وهحطها لغايه لما تستوي. بس انا هحط دلوقتي شويه ميه كده، هحطهم بصوا منين، بعيد عن الخلطه بعيد عن الفراخ، مش عايزه احط على الفراخ عشان الخلطه ما تقعش من عليها. حبه صغيرين حوالي نص كوبايه ميه. خلاص انا هحطها بقى في الفرن زي ما اتفقنا، ولما تطلع هنقدمها مع بعض. وكده بقى قدمنا الفراخ اهي، شايفين الدبابيس عامله ازاي، ولونها كمان هقربها اهو من الكاميرا عشان تشوفوا اللون بتاعها حلو جدا وبتلمع. شوفوا العسل بقى عامل شكل وطبعا طعم جميل اهو. وقدميه بقى مع رز زي ده، رز بسمتي بالزعفران. في رز عملناه معاكم قبل كده برضو، الرز الملون بتاع المطاعم، هحط لكم برضو اللينك بتاعه في صندوق الوصف. وهنشوف بقى كمان دلوقتي الفراخ، بس هوريكم بس الاشكال دي الاول. دي اشكال عملناها بالجزر، ممكن تعمليها برضو بالخيار. دي القطاعات بتاعتنا الاشكال اللي زي كده، وتعملي حلقات التخن ده كده وتقطعي بيها. انا هبقى اعمل لكم برضو حلقه كده للزيت تزيني بيه الاطباق والاكلات بتاعتك. بصوا بقى الفراخ اهي، شايفين عامله ازاي اهي مستويه جدا وطعمها جميل. جربيها وان شاء الله هتعجبك. ولو عجبتك الوصفه يا ريت لايك وشير وسبسكرايب اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.